أجل الارتقاء بالواقع العلمي للجامعة، أقامت كلية التربية الأساسية بجامعة ديالى مؤتمرها العلمي السابع بمشاركة 122 بحثاً من مختلف الجامعات العراقية وفي كافة التخصصات الإنسانية والعلمية، تحت شعار رؤى معاصرة في الثقافة والمعرفة، وذلك على قاعة المعلم في الكلية. عقد المؤتمر السابع لكلية التربية الأساسية تحت عنوان رؤى معاصرة في الثقافة والمعرفة، وضم باحثين من العراق جميعا لنظهر برؤية موحدة من أجل بناء أكاديمي يتضمن رؤى الأكاديميين لكيفية معالجة إشكالية الثقافة المعاصرة وانعكاساتها على مجتمعاتنا على الأخص في العراق، وضم ضيوف من مختلف محافظات العراق ومن مختلف أقاليم العراق. وبالنتيجة إن شاء الله سيكون هذا المؤتمر رسالة محبة وسلام إلى حقيقة كل الجمهور العراقي بمختلف طوائفه ومختلف مكوناته. سعدنا بمشاركة وفد من إقليم كردستان جامعة كوية في هذا المؤتمر العلمي الرائع، وأعجبني حسن تنظيم المؤتمر ورعاية السيد رئيس الجامعة وإشرافه المباشر على سير المؤتمر، وأتمنى أن يتخلص المؤتمر إلى نتائج تفيد مجتمعنا العراقي. هذا وقد افتتح عميد الكلية الدكتور حيدر شاكر مزهر فعاليات المؤتمر، موضحا رسالته والهدف من إقامته، مؤكدا على ضرورة إلهام الذات وتحمل ما تمليه عليه المرحلة من متطلبات، وأخذ دورنا كمفكرين وباحثين في شتى المجالات، وإنا خلقنا وولدنا لعصرنا بنات وللعلم دعاة، فمن لم يكن كذلك فهو ليس منا. هدف هذا المؤتمر هو الخروج برأى وأفكار جديدة توافق مؤتمرنا وتطابق واقعنا، إذ يتحمل العراق في هذه المرحلة مختلف المخاطر نواجهها بالعلم والمعرفة والتسلح بهما، انطلاقا من قول الإمام علي عليه السلام: الناس صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. المشاركون في المؤتمر أكدوا بأن للثقافة دورا مهما في بناء المجتمعات، وهذا ما انبثقت عنه توصيات المؤتمر في إشاعة ثقافة الفرد وقيمه الإخلاقية في المجتمع العراقي، والعمل على إيجاد ميثاق أخلاقي للجامعات من خلال وضع دراسات تربوية تفعل من خلال برامج التنمية البشرية. يأتي هذا المؤتمر الذي تقيمه كلية التربية الأساسية بجامعة ديالى والموسوم رؤى معاصرة في الثقافة والمعرفة، لتضع الحقيقة مسألة في غاية الأهمية نصب عين البحث العلمي، وهي القضية الثقافية. والحقيقة بتقديري أن الإفرازات السلبية التي يشهدها المجتمع بدءا من الظواهر السياسية السلبية ومرورا بالظواهر الاقتصادية وانتهاء بالظواهر الاجتماعية ما هي إلا إفراز ثقافي. شارك في هذا المؤتمر أكثر من 222 بحثا علميا، تم قبول 120 بحثا علميا للمشاركة في وقائع المؤتمر، وكان لهذا المؤتمر نجاحا باهرا بمشاركة مختلف الكفاءات العلمية والتدريسية من باحثين ومدرسين في مختلف الجامعات العراقية، وكان لحضورهم المتميز والفاعل في إنجاح وقاع هذا المؤتمر بالشكل العلمي السليم. الكلية حقيقة ماضية في إنشاء وإجراء كثير من المحاضرات النوعية والندوات العلمية التي تسهم في رفد المجتمع والجامعة ومجتمع العراق بشكل عام في كافة النشاطات العلمية التي تغني وتطور الكفاءات العلمية والعقلية للأستاذ الجامعي وللباحثين العراقيين. وعلى هامش المؤتمر افتتح السيد رئيس الجامعة مختبرا للصوت ذات التقنية الإلكترونية الحديثة في تحويل المحاضرات العلمية إلى واقع ملموس من خلال استخدام المؤثرات الصوتية والفيديوية ثلاثية الأبعاد، ويعد هذا المختبر هو الأول من نوعه على مستوى الجامعة.
وفي ختام المؤتمر تم تكريم اللجان المشرفة على المؤتمر واللجان العلمية والقائمين على هذا الكرنفال العلمي الكبير من قبل السيد رئيس الجامعة بدرع المؤتمر. رؤى معاصرة في الثقافة والمعرفة، تحت هذا الشعار انطلقت فعاليات مؤتمر كلية التربية الأساسية السابع لقناة الجامعية الفضائية. علاء الأمين، جامعة ديالى.